عندك خشونة في رقبتك أو غضروف؟ شوف الحلقة دي للآخر. مساء الخير، أنا دكتور محمد عبد الوهاب، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ودي تاني حلقة من سلسلة الغضروف ومشاكل العمود الفقري. لو بصينا للعمود الفقري اللي في إيدي هنلاقي إن العمود الفقري بيتكون من فقرات، بالظبط 33 فقرة. كل فقرة بتتكون من جزئين، جسم الفقرة والنتوء العظمي بتاع الفقرة. ده النتوء العظمي وده جسم الفقرة. جسم الفقرة بيشيل 70% من الوزن، لذلك بين كل جسم فقرة والتاني هنلاقي الغضروف عشان يمنع الاحتكاك بين كل جسم فقرة والتاني. أما النتوء العظمي فله كذا وظيفة. أول وظيفة إنه بيشيل تقريبا 30% من الوزن. تاني حاجة بيحمي الحبل الشوكي والأعصاب اللي خارجة من جواه. والوظيفة الأهم إنه كل نتوء عظمي بيربط الفقرة اللي تحتيه بالفقرة اللي فوقيه عشان يبقى العمود الفقري في تركيبه زي المكعبات، محطوط فوق بعضه، مرصوص فوق بعضه. وبعد كده تيجي العضلات تمسك النتوءات العظمية من ورا، وعضلات تانية تمسك جسم الفقرة من قدام، وبكده بقى عندنا عمود فقري مرن جدا بيتحرك في كل الاتجاهات، وفي نفس الوقت قوي جدا يقدر يشيل وزنك ويشيل اي وزن انت تشيله. بعد كده كل مجموعة فقرات بتكون مع بعض منطقة معينة وكيرف معين. اول 7 فقرات بيتحدوا مع بعض ويكونوا الرقبة، وبنسميهم الفقرات العنقية، ولهم كيرف مخصوص بيهم. هتلاقي الكيرف واخد ميلان كده، مش واقف مستقيم. بعد كده 12 فقرة صدرية. ال 12 فقرة الصدرية دول واخدين كيرف عكس الكيرف بتاع الفقرة العنقية، هتلاقيه جاي بكيرف عكس الكيرف بتاع اللي فوق. بعد كده 5 فقرات قطنية واخدين كيرف عكس الكيرف بتاع الفقرات الصدرية، وبكده العمود الفقري يبقى واخد كيرفاته كأنها زجزاج. بعد كده 5 فقرات عصعصية، دول لازقين في بعض ومش واخدين اي كيرف، دول اللي مكونين الحوض او جزء من تكوين الحوض. طيب المشكلة بتحصل امتى؟ المشكلة بتحصل لما الكيرفات دي تزيد جدا او تقل جدا. ازاي؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الابر كروس سندروم، وقلنا كل ما رقبتك هتطلع لقدام كل ما وزنها هيزيد، وكل ما الوزن ده هيبقى حمل على الفقرات العنقية، وكل ما هتحس بألم. طيب لو جينا نبص للابر كروس سندروم ده من منظور الكيرفات، هنلاقي في الابر كروس سندروم الفقرات الصدرية زادت جدا وبقى الكيرف بتاعها زاد نتيجة مثلا قاعدة معينة، او بتقعد دايما على موبايل، بتقعد على كمبيوتر وتوطي لقدام. بعد كده الفقرات العنقية هتزيد وترجع لورا جامد، وهيبقى الناتج ان الكيرف بتاع الفقرات العنقية زاد جدا، والكيرف بتاع الفقرات الصدرية زاد جدا، والمسافة بين الجمجمة والفقرة السابعة قل جدا، والضغط على النتوءات العظمية زاد جدا، وبقت النتوءات العظمية دي بتحك في بعض جامد وضغط على بعض جامد، وفي الحالة دي هيحصل خشونة. ولو عملت رنين هيبان ان في غضروف، بس الألم اللي انت بتحس بيه مش بسبب الغضروف، الألم اللي انت هتحس بيه بسبب الخشونة، بسبب ان النتوءات العظمية دي مضغوطة على بعض. حتى المريض في الحالة دي هيقول لك انا وانا بلف رقبتي بسمع صوت رقبتي، بسمع كأن حاجة بتضغط على بعض. وده في حالة الابر كروس سندروم. وطبعا قلنا قبل كده ان اشهر عرض ليها هيبقى الدواجر هامب او البافلو هامب او الكلكيعة اللي عند الفقرة السابعة. وطبعا لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت اتمنى ان انت تروح تشوفها عشان تفهم الابر كروس سندروم بالظبط. طيب في الحالة دي مش الحل ان انت تقعد تاخد مسكنات وتبطل وتاخد مسكنات وتبطل وتاخد مسكنات وتغير من دكتور لدكتور، لا، الحل ان انت تعدل الكيرف ده عشان الالم يقل والنتوءات دي تبعد عن بعض. هتعدل الكيرف ازاي؟ احنا كدكاترة علاج طبيعي بنعدل الكيرف ده ازاي؟ قلنا العضلات اللي ورا اللي ماسكه في النتوءات العظميه في الحاله دي هتبقى شاده جامد وقصيره، في الحاله دي محتاجه ان هي تتفك ويحصل لها اطاله، والعضلات اللي قصادها محتاجه ان هي تتقوى عشان النتيجه تبقى عامله كده. اللي تحت بقى الفقرات الصدريه العكس، العضلات هنا شاده والعضلات هنا ضعيفه، فهنقوي دي ونعمل اطاله لدي بحيث ان هي تبقى كده في الاخر. وطبعا مع تعديل بسيط للفقرات هتلاقي الكيرفات رجعت لوضعها الطبيعي. اول ما الكيرفات بترجع لوضعها الطبيعي الموضوع بيتحل، والضغط اللي كنت بتحس بيه والألم اللي كنت بتحس بيه نتيجة النتوءات مضغوطة على بعض بيقل جدا، وبتعيش حياتك بصورة طبيعية. غير كده هتفضل طول عمرك بتاخد في مسكنات وطول عمرك عايش بالألم، ودي الابر كروس سندروم. عكسها تماما الغضروف
الغضروف بيحصل نتيجة ان الكيرف ده بيقل تماما او بينعدم. في حالة الغضروف الكيرف بتاع الفقرات الصدرية بيقل جامد، بيبقى مستقيم، والكيرف بتاع الفقرات العنقية برضو بيقل جامد. ولو لاحظنا هنا هنلاقي ان الكيرف بتاع الفقرات الصدرية والفقرات العنقية اختفى تماما، وده هيبقى مكتوب لو عملت رنين. اول حاجة مكتوبة في الرنين هيقولك فلات سيرفايكال كيرف. يعني ايه فلات سيرفايكال كيرف؟ يعني ما عادش فيه اي كيرف في الفقرات العنقية، والفقرات العنقية بقت فلات او مستقيمة. في الحالة دي النتوءات بتبعد عن بعضها، ويبقى الطريق سهل جدا للغضروف انه يخرج ويضغط على الاعصاب من ورا. وفي الحالة دي هتحس تقريبا بنفس الاعراض اللي قلناها، زيادة عليها اعراض معينة، زي ان انت دايما هتحس بخنقة في رقبتك من قدام، هتحس ان انت عندك خنقة هنا. ناس تانية او مرضى تانية هتحس دايما بصعوبة في البلع. ناس تانية هتحس ان في زغللة او شبورة على عينيها. واكتر وضع هيريحك في الحالة دي ان انت تحط ايدك ورا رقبتك وترجع رقبتك لورا. ليه هترتاح لما تعمل كده؟ لان انت لو رجعت رقبتك لورا كأنك انت عملت كيرف بسيط وهترتاح مؤقتا، وطبعا بتطلع تاني رقبتك لقدام كأنك ما عملتش حاجة، هو بس بيريحك مؤقتا. ايوه، الحل في الحالة دي برضو مش زي الحالة التانية ان انت تقعد تاخد مسكنات او تقعد تاخد بطس عضلات او تقعد تاخد فيتامين بي 12 وتفضل تغير من دكتور لدكتور لدكتور ومفيش فايدة. الحل ان انت ترجع الكيرفات لوضعها الطبيعي اللي ربنا خلقها بيه. ازاي؟ احنا قلنا ان ده مستقيم، ده معناه ان العضلات هنا من قدام، وخاصة عضلة اسمها الاسكالين الانتيريور والميدل والبوستيريور، دي عبارة عن عضلات ماسكة في الحتة دي. العضلات دي اما بتشد او تقوى بتعمل فلاتن في السيرفايكال كيرف. العضلات دي حلها ان هي العضلات دي تفك ويحصل لها اطالة، وفي نفس الوقت تقوي العضلات اللي ورا بحيث ان هي ترجع. نفس الكلام تحت بقى عكس اللي فوق. هنا هتلاقي العضلات من قدام ضعيفة والعضلات ورا قوية، فالحل ان انت تعمل اطالة للعضلات اللي ورا والعضلات اللي قدام تقويها بحيث انه يرجع ورا كده، قصدي يرجع يطلع لقدام كده. متى ما عملت كده هتلاقي ان الكيرف في رقبتك وفي الفقرات الصدرية بدأ يرجع تاني، وبدأ الألم يختفي، وبدأ ان انت تعيش حياتك بصورة طبيعية. وده اللي احنا بنعمله كدكاترة علاج طبيعي بنشتغل. وبرضه عايز انبه على حاجة، برضه زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، لو انت بتعمل علاج طبيعي عبارة عن أجهزة فانت ما بتعملش حاجة. الأجهزة مش هتعمل لك حاجة، زيها زي المسكنات. الحل الوحيد ان انت تظبط العضلات من قدام وورا، سواء في رقبتك سواء في الفقرات الصدرية، بحيث ان الكيرف يرجع. وساعة ما الكيرفات دي كلها ترجع هتلاقي ان الألم اختفى تماما ومفيش اي حاجة. وفي النهاية اتمنى ان انتوا كلكم تبقوا بصحة كويسة. وطبعا ما تنساش تعمل لنا لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وتفعل الجرس عشان تستنى كل جديد.